بعد، كان لأحد الخلفاء مؤذن يؤذن له في قصره في أوقات الصلاة، فمرت بالمؤذن جارية الخليفة، فنظر إليه هذا المؤذن مرة من المرات، وهو بشر في النهاية يخطئ. المهم أن هذه الجارية ذهبت إلى الخليفة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن فلان المؤذن مررت به فنظر إلي. وكان هذا الخليفة من أشد الناس غيرة، فأراد أن يأمر بقتل المؤذن، ثم فكر وقال للجارية: تزيني وتطيبي واذهبي إليه فقولي له: علمت أنك نظرت إلي وبقلبي منك أكثر مما في قلبك مني، فإن أردت مكنتك من نفسي ما تريد، وأمير المؤمنين غافل الآن، فإن لم تفعل فلن أرجع إليك أبدا. وفعلا ذهبت الجارية إلى المؤذن وقالت له ما أمرها به الخليفة، فرفع المؤذن بصره إلى السماء وقال: يا جليل أين سترك الجميل، يا جليل أين سترك الجميل. ثم نظر إليها وقال: اذهبي ولا ترجعي أبدا، فعسى أن نلتقي بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فرجعت الجارية الخليفة وأخبرته الخبر، فأمر الخليفة أن توهب الجارية للمؤذن يعطيها إياه، وفوقها 50,000 درهم ينفقه عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. صلى الله على نبينا محمد.